استحالة تجربي الوصفة دي وما تقوميش تعمليها دلوقتي. لو عندك لفة جلاش في الفريزر بقالها كتير او ممكن تجيبيها فريش عادي، عايزة اقولك مش هتزهقي ولا هتبطلي تعمليها. شايفين شكلها وطراوة وجميلة جدا، قد ايه هي طرية من جوه وجوسي كده من بره، حاجة كده تحفة جدا. والخلطة بتاعتها عملناها بقى، بصوا حاجة حلوة قوي وبسيطة كده، ومكونات ان شاء الله عندنا. شايفين؟ يعني عايزة اقولكوا ريحتها حلوة جدا، زي الفطيرة بالظبط. يلا بقى بينا نشوف هنعمل القمر ده ازاي. معانا هنا بقى فلفل الوان، ومعانا هنا صدر فرخة او قطع بانيه كده، مثلا نص كيلو او اقل، يعني المتوفر عندك. طبعا معانا هنا يا اما بصلاية كبيرة يا اما بصلتين كده متوسطين زي ما احنا شايفين. بقطع كده الفلفل مكعبات زي ما احنا شايفين بالشكل دوت. اخضر بقى، احمر، اللي عندك متوفر مش مشكلة. طبعا لو عندك اخضر بس طبعا ينفع عادي، بس الاحمر بقى بيدي طعامة كده. وعايزة اقولك بيبقى فيه كده سنة سكارة كده، مسكر كده. حاجة بسيطة. هنقطعه بالشكل اللي احنا شايفينه كده، مكعبات مكعبات كده صغنونة، ونحطها كده في الطبق زي ما احنا شايفين. هنجيب برضو البصل وهنقطعه برضو قطع صغيرة كده بالشكل ده. عايزة اقول لكم يا جماعة ان الوصفة حلوة جدا. يعني انا ولادي احنا عملناها يعتبر امبارح، النهاردة بيقولوا لي يا ماما اعمليها تاني. وطبعا عجبتهم جدا، وعجبت جوزي، وعجبت، بص عجبتنا كلنا. فعايزاكم تجربوها جدا جدا هتعجبكم. قطعنا كده البصل، وقطعنا البانيه برضو مكعبات شرايح صغيرة. عايزة اقول لكم ان الكمية دي ما شاء الله هترمي معاكم كمية كبيرة جدا، وهنشوف برضو دلوقتي. قطعنا كده بصوا البانيه. هنا بقى بينا ايه، نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. معانا هنا صينية او حلة اي حاجة. حطينا هنا شوية من الزيت على معلقة كده من السمنة البلدي، تدي معانا طعم. حطينا هنا مكعبات البانيه، حطينا فلفل اسود وملح، بصل بودر، توم بودر، كمون. حطينا برضو شوية من توابل الفراخ. هتعزز الطعم معانا جدا جدا وهتخليه حلو قوي. وبصوا انا هقلبها كده واحط عليها البصل بعد ما اتشوحت كده تشويحة. مش هحط البصل الاول، حطيت المكعبات بتاعة البصل كده شوحتها تشويحة، واحط وانزل بقى بايه، الفلفل الالوان. اديله تشويحة برضو كده لغاية ما تحسي ان هو دبل معانا يعني. وبعد كده بقى ايه هنعمل ايه بقى، هنحط بقى كده ربع كوباية من المية. ايوه زي ما انت سامعة كده، ربع كوباية من المية. بحيث ايه، انها تسوي معانا الفراخ بسرعة. اسيبها انا بقى تستوي، ونيجي بقى نشوف احنا هنعمل التشريبة اللي هنشرب بيها الفطيرة او لفة الجلاش بتاعتنا. معانا هنا بيضة، معانا كوباية لبن، معانا نص كوباية زبادي او كوباية عادي اللي هي الصغيرة دي. معانا ربع كوباية، ربع معلقة من البيكنج باودر. معانا ربع كوباية زيت ومعلقة سمنة بلدي. حطينا فلفل اسمر وشوية ملح. نقلب الكلام ده كله مع بعض زي ما احنا شايفين. نقلبه كويس جامد كده لغاية اما البيضة تختفي خالص، مش عايزة البيضة تبقى باينة. نجيب بقى هنا ايه، اي قطاعة كده، يعني بلانشة او اي حاجة يعني هتقطع عليها. هنجيب بقى لفة الجلاش مهما كانت، بصي بقى قطعيها هي كده كده، هنقطعها لشرايح كده زي ما احنا شايفين. وهتبقى عاملة معانا زي الشريط، او زي الصباع كده طويلة. بصوا يعني اي، بصي ايا كانت هي عاملة عندك ايه، ناشفة بقى، بصي هتبقى حلوة جدا. هنقطعها بالشكل ده. عايزة اقول لكم يا جماعة جربوها والله هتعجبكم قوي. هنجيب هنا صينية مربعة مدورة طويلة، يعني طويلة كده مستطيلة، اي حاجة عندك هتبقى حلوة جدا. هنحط كده نص الخليط او نص يعني الكمية، ونشربها كده بقى بنص الخليط بتاع التشريب اللي احنا عملناه، وادوس عليها كده بالسبتيولا. تمام، زي ما احنا شايفين كده. تحفة يا جماعة، عايزة اقول لكم جميلة جدا. وايه دي الخلطة بتاعتنا، بصوا رمت ما شاء الله اللهم بارك. رمت معانا كمية حلوة جدا ووفيرة جدا جدا. طبعا الحشوة دي ممكن تعملي بيها اي باي معجنات، ممكن تحشيها في اي حاجة.
ممكن تاكلوها كده بس بشوية رز ابيض، هتبقى خرافية. تمام. حطينا هنا بقى الخليط بتاعنا. بعد كده غطيت بقى بالخليط بتاعنا ببقية الجلاش بالشكل ده. انزل بقى بقية التشريب بتاعنا اللي هو الصوص ده اللي احنا عاملينه. تمام. وبس كده، يعني تأكدي ان كل الجلاش اتشرب معانا بالشكل ده. خلاص بصوا، انا حطيت هنا شربته كله. وجبت هنا بقى شوية جبنة موتزاريلا بقى كده، لو عندي جبنة تشيدر او رومي، عايزة اقولك هتبقى وهمية. بس انا كان عندي جبنة موتزاريلا، استكفيت بيها وعايزة اقولكوا كانت فظيعة. ينزل بقى بيها على ايه؟ الفرن بالشكل ده. هحطها 10 دقايق من تحت، ونحطها 10 دقايق من فوق. يعني كل الوصفة دي مش تاخد معانا تلت ساعة، بالعمايل بتاعتها نص ساعة. بصوا شكلها حلو ازاي، حلوة جدا جدا جدا، وريحتها تحفة روعة. يعني عشان نيجي نشتريها من بره هتبقى بقد كده اهو. تمام. بصوا، عايزة اقولكم عجبتهم جدا يا جماعة، وهتعجبكم انتوا كمان ان شاء الله. يلا بقى بينا نقطعها ونشوفها كده ايه. بصوا قد ايه هي، بصوا سلسة معايا وبتتقطع بكل سهولة، ولا هي ناشفة ولا هي طرية. عايزة اقولكم حلوة اوي زي الفطيرة بالظبط. بصوا عاملة ازاي، تطلع معايا بكل سهولة. يا سيدي على الحلاوة. عايزاكم تجربوها بجد، والله هتعجبكم قوي. حلوة قوي قوي بجد والله. بصوا انا عمالة اشكر فيها بجد من كتر ما هي كانت طعمة ولذيذة وكده يعني. جربوا واحكموا بنفسكم. شايفين الخليط بتاعها وشايفين عاملة ازاي من جوه. يلا بقى ايه، حضري نفسك كده واعمليها لهم بقى، تتعشوا بيها تتغدوا بيها جنب شوية بطاطس، هتبقى روعة. وعايزة اقولك هيطلبوها منك كل يوم. شايفين يا جماعة، حلوة قوي. بصوا من جوه ولا نشفت ولا اي حاجة. عايزة اقولكم كانت جميلة قوي. تمام. طبعا يعني بصوا لازم تحطوا في اللهم صل على النبي، في الارضية بتاعت الصينية حط ورقة زبدة كده عشان ايه ما تلزقش منك ولا اي حاجة. واتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ونعمل جنبها شوية بطاطس زي ما احنا شايفين كده زي ما قلنا. ويا رب تكون عجبتكم ان شاء الله. اشوفكم على خير. السلام عليكم.